السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مطبخ ولاء. النهاردة إن شاء الله من مطبخنا هنعمل لكم وصفة جميلة جدا كلنا بنحبها، وهي طبعا اتطلبت مني فقلت إن شاء الله أعملها لكم، وهي البيتزا. قلت أعملها لكم إن شاء الله بعجينة ناجحة 100%، وإن شاء الله هتجربوها وهتقولولي إن شاء الله إنها تنجح معاكم، وهتكونوا كلتوا أحلى بيتزا إن شاء الله معمولة في قلب البيت بإذن الله، وأحلى من بره بكتير. قبل ما نبدأ خالص ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم فيديوهات اكتر ويوصل لكم كل ما هو جديد. بصوا شوفوا شكلها عامل ازاي، ما شاء الله عليها تحفة. بصوا حتى لما قطعتها بصوا شوفوا شكلها عامل ازاي. هتعجبكم ان شاء الله وتعجب اطفالنا ان شاء الله. يلا نروح مع بعض للطريقة والمقادير ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. طريقة سهلة عندي جدا خالص. اول حاجة هنبدأ بالمقادير. المقادير عندي نص كيلو من الدقيق، بس اهم حاجة تكوني شارية الدقيق 5 نجوم او بتاع البيتزا، بيفرق جامد جدا جدا في عجينة البيتزا علشان تاكلي بيتزا بجد، بيفرق جامد معاكي. اول حاجة الدقيق، وبعد كده امشي على الخطوات ان شاء الله وهتطلع معاكي جميله جدا. عندي نص كيلو من الدقيق، ونص معلقه من الملح، وربع كوب من الزيت، ومعلقه كبيره من لبن البودره، ومعلقه كبيره من السكر، ومعلقه كبيره من الخميره، او ممكن تحطي الباكو مفيش مشكله، هو حوالي معلقه وشويه، حطي كله على بعضه، ونص معلقه بيكنج باودر، ولبن دافي للعجن، وميه دافيه. هروح اول حاجه لطريقه التحضير. ربع كوبايه ميه زي ما انتم شايفين اهي. اول حاجه خالص هعمل تيست للخميره، نزلت على الميه الدافيه، ما تكونش ميه سخنه عشان ما تموتش الخميره معانا، بمعلقه السكر ومعلقه الخميره، وقلبتهم مع بعض زي ما انتم شايفين. اول حاجه هعملها خلاص هركنهم على جنب بقى، وبعد كده هروح للمواد الجافه. هنزل على الدقيق باللبن البودرة المعلقة، والملح، والنص معلقة من البيكنج باودر زي ما انتم شايفين، ونص معلقة الملح، وهنقلبهم بقى لحد ما الخميرة خلاص تتفاعل معايا. وبعد كده هنزل عليها على المكونات بالخميرة، وهقلب بقى. طريقة التحضير سهلة ان شاء الله. وبعد كده هنزل بالحليب الدافي، بيفرق جامد طعم الحليب في البيتزا. ممكن تكملي الحبة الاخرى بعد ما تحطي الكوب، تنزلي بعد كده بالمية الدافية، تكملي حاجة بسيطة. وطبعا زي ما اتعودنا كل مرة ان انا بقول لكم على حسب كل دقيق ما بيحتاج، سواء حليب او سواء مية، بيفرق في نوعية الدقيق. هنزل بيه المية، اكمل بيها بقى، وهلم العجينة. اخر حاجة بقى بعد ما لميت العجينة خلاص هنزل بالربع كوب من الزيت، وعجيني بقى بضمير، بتفرق جامد جدا العجين. عجينة البيتزا لازم عجينها لمدة 5 دقايق ل10 دقايق، بتفرق معانا جامد جدا ان شاء الله. عايزة اوريكم شكلها على الرخامة. بصوا بعد ما عجنتها، انا عجنتها لمدة 5 دقايق، بصوا شوفوا شكلها. ونوعية الدقيق بتفرق جامد جدا زي ما انتم شايفين قدامكم، فارق جدا نوعية الدقيق. انا هنا مستعملة 5 نجوم. بصوا في شكله، اهم حاجة القوام بتاعها يبقى كده ناعم. طبعا هاخد العجينة زي ما انتم شايفين كده بقى، واحطها في البولة علشان اسيبها تخمر، واغطيها بقى واسيبها تخمر، وبعد ما تخمر نشوفها مع بعض. طبعا لما تخمر العجينه انا محضره هنا الحشوات، تشكيله من الجبن، جبنه رومي، جبنه شيدر، وصلصه، وعندي هنا زيتون وفلفل اخضر شرايح، ولحمه مفرومه. وطبعا الحشوه اللي بتحبيها اعمليها كده. خلاص خمرت معايا العجينه، قعدت حوالي نص ساعه. هبدا بقى اقطعها زي ما انتم شايفين العجينه، على حسب الصينيه اللي عندك والحجم اللي عندك قطعي التقطيعه. انا اقطعها هنا على 3 كور، هكورهم. فردتها قدامكم على الرخامة
رشيت دقيق وبعدين فردت العجينه. بصوا شوفوا شكلها وبتتفرد، ركزوا كويس جدا، شوفوا شكل العجينه ما شاء الله عليها جميله جدا. الصراحه بيتزا ايطالي واحلى من الايطالي بكتير. فردتها، بتفرديها حوالي نص سنتي. حطيتها قدامكم في الصينيه. وخدت التانية طبعا، انا فردت قدامكم واحدة على الرخامة، هفرد التانية قدامكم على طول. شوفوا سهلة بتتفرد معايا ازاي في الصينية. مسحت مسحة زيت بسيطة جدا وحطيتها في الصينية وفردتها، فردت معايا بكل سهولة. انا وريتكم اللي على الرخامة، وريتكم اللي بتتفرد في الصينية، وسهلة معانا ان شاء الله. طريقة الفرد سهلة جدا. بعد كده هروح بقى للحشو. حطيت قدامكم الصلصة زي ما انتم شايفين. وبعد كده انا عندي بشرة جبنة رومي بجيبها على بعضيها وببشرها، وطبعا نفس النظام الجبنة الشيدر ببشرها كمان. حطيت شوية من الجبنة الرومي والجبنة الشيدر، بتفرق جامد جدا فوق الصلصة، بيدي طعم جامد جدا في الطعم، بيبقى حلوة جدا. وبعد كده هنزل بشرايح الزيتون الاخضر، ومعصجة عندي هنا لحمة مفرومة. وبعد كده هنزل ب زي ما انتم شايفين بالفلفل الاخضر مقطعاه شرايح. زي ما قلت لكم الحشو اللي بتحبوه اعملوه. المهم العجينه قدامك ناجحه 100%، وعجينه ان شاء الله هتعجبكم وهتطلع معاكم احلى بيتزا ان شاء الله. وتقولوا لي ان شاء الله لما تجربوها، ان شاء الله مستنيه منكم باذن الله. واخر حاجه بقى هرش على وشها الجبنه الرومي والجبنه الشيدر. هعمل واحده تانية بطعم الجبنة. انا كده عملت الاولانية بطعم اللحمة المفرومة، هعمل واحدة تانية بطعم الجبنة. زي عملت نفس النظام بالظبط. صلصة ما تحطيش على الاطراف، وبعدين جبنة رومي مبشورة، وبعدين زي ما انتم شايفين اهو. وبعد كده احط جبنة شيدر مبشورة هي كمان. وبعد كده هنزل بيه الزيتون الاخضر شرائح. وبعد كده هنزل بالفلفل الاخضر شرائح. شفتوا مكونات المكونات بتاعتها سهلة جدا وموجودة في قلب البيت، مش صعبة خالص ان شاء الله. وانزل بقى على وشها في الاخر احط الجبنة الرومي وبعدين الجبنة الشيدر. بس كده. كل ده الحشوات، وقدامك العجينة، وهي دي البيتزا. شفتوا سهلة ازاي؟ هروح بقى اخر حاجة بقى هنسويها وهتطلع معاكي احلى بيتزا ان شاء الله. هسيبها بقى تخمر بعد ما انا خلاص حطيت الحشوات عليها لمدة 10 دقايق، وتخش الفرن. وبعد ما تخرج من الفرن نشوفها مع بعض. اهي بعد ما خرجت من الفرن، بسم الله ما شاء الله عليها، جميلة جدا. مش عايزة اقول لكم طعمها تحفة، ان شاء الله هيعجبكم. كل اللي كلها كل صوابع وراها. قال لي طب ليه انت ما عملتيش اكتر من نص كيلو، كنت اعملي كيلو. فقلت لهم خلاص المره الجايه اعمل لكم كيلو. لو انت عايزه تضاعفي الكميه مفيش مشكله، عايزه تعملي نفس الكميه اللي انا عملتها وتجربي، ان شاء الله تطلع معاكي احلى بيتزا ان شاء الله. يا رب يعجبكم الوصفه، وصفه البيتزا. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتشاركوا الفيديو مع الاهل والاصحاب ان شاء الله. وان شاء الله مستنيه منكم كل ما هو جديد في تعليقاتكم، ومستنيه ان انتوا تفعلوا معايا وتشجعوني اكتر واكتر، وتلاقوا ان شاء الله فيديوهات احسن واحسن بكتير. ويا رب اكون فدتكم اليوم في طريقه عمل البيتزا. ودي كانت وصفتنا اليوم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.